نهارك سعيد يا حضرة الأفندي لو كنت أفندي، ونهارك سعيد يا بيه لو كنت بيه. أفندم؟ أنا مين؟ لا حدي، أنا المصلحة يا أخ. إسماعيل ياسين سمعة من أبرز وأشهر فنانين الكوميديا في تاريخ الفن العربي مش المصري بس. اتولد في السويس في 15 سبتمبر سنة 1912، وكعامل مشترك بين معظم فنانين الكوميديا اللي ضحكونا كتير، كانت طفولته بائسة شوية. على الرغم من إن والده كان سايغ، إلا إنه كان مهمل في صرف الفلوس، وجات مرات أبوه ومعاملتها الوحشة كملت عليه، فساب السويس ونزل على القاهرة. خلقتك مش عجباني أبدا. عندك حق يا فندم، أنا نفسي خلقتي مش عجباني. ميرسي قوي يا قصب أفندي، أنت مال وشك منفوخ كده؟ لا والله فتشني فتش. كان متأثر قوي بعبد الوهاب وبيحلم يغني وينافسه، فنزل شارع محمد علي واشتغل في فرقة رقص بيغني ويقول مونولوج، لحد ما اكتشفوا رفيق مشواره الفني وصديقه أبو السعود الإبياري، وقدموا البديعة مصابني اللي انضم لفرقتها واشتغل معاها بيقدم مونولوجات، لحد ما اكتشفوا المخرج فؤاد الجزائرلي عشان يشارك في فيلم خلف الحبايب. ومن بعدها انطلق سمعة على الشاشة الصغيرة. شغلتك على المدفع بررم. أول والوحيد من الممثلين الذكور اللي اتعمل أفلام باسمه. مين ما يعرفش إسماعيل ياسين في البوليس الحربي، ولا إسماعيل ياسين في الطيران، ولا عفريتة إسماعيل ياسين، ولا إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين اللي دخلها فعلا بأمر من الملك فاروق وقعد فيها 10 أيام يتعالج. ودي حكايته الشقية. كان في مرة بيقدم مونولوج قدام الملك فاروق، وقال مرة كان في واحد مجنون زي حضرتك، فرد عليه الملك بغضب: انت بتقول ايه يا مجنون؟ فعشان يلحق نفسه ويخرج من الموقف عمل نفسه مغمى عليه. يسكت الملك، راح باعت الدكتور بتاعه يشوف ماله، بس الحمد لله الدكتور طلع جدع، وكتب في تقريره إن سمعة جاله حالة عصبية سيئة من الرهبة، وده اللي خلاه يعمل كده، فأمر الملك إنه يتعالج في مستشفى المجانين. فين العصاية؟ فين العصاية؟ العصاية فين العصاية؟ اتجوز 3 مرات، أول 2 ما قعدوش كتير، الأولى 2 شهر والتانية 1 أسبوع، لحد ما قابل السيدة فوزية أم ابنه الوحيد. وللأسف زيه زي كتير من عظماء الفن المصري في الوقت ده، في آخر أيامه عاش حياة بائسة، وما كانش عنده فلوس بسبب الديون والضرايب والحجز على عمارته. سافر لبنان وحاول يشتغل تاني، بس كان كبر ومش زي الأول. رجع مصر وقبل أدوار صغيرة ما تلقش بالاسم اللي عمله، لحد ما سابنا في 24 مايو سنة 1972 بأزمة قلبية حادة. يا نهار أبوك اسود، أنت واد سهتني وكلت المتوفي. أطلقوا عليه أبو ضحكة جنان من خفة دمه، بس الضحكة دي كانت ورا الشاشة غايبة عنه. بتحبوا ايه إفيهات إسماعيل ياسين الشهيرة؟